بنتحول للجمهورية، والجمهورية بتتكلم على الحقيقة حادث خسيس هز العالم أجمع، والمصريين حقيقي جميعا نرفضه، جميعا نظرنا ليه بعين الخسة والحقارة انهم يسعوا بهذا الشكل وما حدث في السعودية. مصر بتدين المحاولة الخسيسة لاستهداف الحرم. الخارجية بندعو المجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة الإرهاب، والسعودية الأولوية لأمن الزوار. وأدانت دول العالم الجريمة الإرهابية التي كانت تستهدف الحرم المكي، وتمكنت السلطات السعودية من إحباطها. أدانت مصر بأشد العبارات في بيان عن وزارة الخارجية أمس المحاولة الخسيسة لاستهداف الحرم المكي، وأكد البيان على وقوف مصر حكومة وشعب مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، مثمنة على يقظة رجال الأمن السعوديين، ومتمنية سرعة الشفاء للمصابين. طيب حضرتك قراءتك ايه لهذا هذه المحاولة الخسيسة للإرهابيين؟ يعني اكتر من كده خسة ايه؟ ناس بتعتمر، ناس بتعبد ربنا، داخلين الناس بتعبد ربنا يعني برضو بعمل إرهابي. البيت ليه رب يحميه، يعني الناس دي مش قادرة تدرك ليه هذه الجزئية. هو احنا تحية للجهاز الامني في السعودية لكشف هذه المخططات قبل وقوعها. احنا برضو كنا بنقول ان مصر لم تكتشف مثل هذا، لكن عرفنا ان كان في مخطط ايضا للنيل من احتفالات العيد في اسكندرية اكتشفها النظام الامني. فتحية للنظام الامني في مصر وفي السعودية. الخطوة اللي تمت او التخطيط اللي كان يقصد به الحرم ده عشان دي رسالة للعالم كله ان المقدسات الكبرى، المقدسات العظيمة جدا مستهدفة من قبل هؤلاء. ارجوكم ما حدش يتعاطف معاهم، دول جايين عشان يهدموا العالم. مين اللي هيتعاطف معهم؟ مش حد ممكن يتعاطف مع يعني الناس. حضرتك الناس اللي يعني امثال قطر وتركيا والمجموعات اللي هي يعني الناس اللي لسه بيفكروا في ضرورة مهادنة مع قطر، ضرورة المهادنة مع تركيا، وانتظروا شوية وخفضوا المطالب والكلام ده. يا جماعة هؤلاء يجب ضربهم بيد من حديد. النهارده هم داخلين ده الحرم المكي، يعني انتوا رايحين فين؟ ده المقدس الاول في الاسلام. يعني مش ما هو مش عايز هزار. يعني ده مش كلام ما ينفعش. انت راجل مسلم بقى وبتقول لا اله الا الله ومحمد رسول الله، وبتعلن ان انت جاي هنا عشان تستشهد في عشان بعد ما يعمل ده يصوم تاني يوم ويصوم تاني يوم. لا هم على فكره هم بياخدوا ده شكل انهم متدينين، لكن هم مش متدينين. هم بعاد كل البعد عن اي ديانه على فكره. لا مسيحيه ولا يهوديه ولا اسلام هيعملوا كده. هو ملوش دول بعاد. هو ده حضرتك هو بينفذ اجنده وعقله يعني صم تماما. ما عندوش فكر خالص. هو بينفذ اجنده طبقا للمبالغ المدفوعه او الحاجه او المستحقات اللي خدها. انا برضو ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا ابراهيم قال للبيت رب يحميه، فما فيش حد هينال من الحرم. المقدسات الاسلاميه بخير. ايا كان المستهدفين الذين يريدون استهداف هذه الاماكن سيحفظها الله سبحانه وتعالى بامره سبحانه وتعالى ان شاء الله، وسيبقى كمان بنسمن على فكره يقظه الحرس. ما احنا وجهنا لهم تحيه باعتبار ان هم اكتشفوا هذا الامر قبل ان يحدث. يعني احنا كنا عايزين نربط بها ما بين حادث الحرم والكنيستين اللي كانوا عندنا. لكن صراحه اليقظه اللي تمت في عندنا برضو في اسكندريه خلتنا ما نقدرش نربط بين هذا وذاك. هي بس الفكره ان احنا دايما لما بنقول ان لو حصل تفجير او حاجه في مصر بنعرف عنه علشان حصل، لكن احنا ما بنعرفش دايما اللي بيتمسك قبل التنفيذ ما بيحصل. ودول كتير. لكن هنا عندنا هم دول في السعوديه الناس زي ما حصل في السعوديه في حاجات اتمسكت عندنا كتير بيتمسك قبل ما بيتم، لكن بيعدي علينا سريعا. لكن الحدث الاكبر لما بيحصل تفجير او حاجه كلنا مركزين عليه اكتر. لكن احنا يعني احنا طبعا مش بخبرتنا احنا بنؤكد على المجتمع الدولي ان يوجه اصابع الاتهام للنظام القطري. قد يكون ردا على الاجنده العربيه التي سلمت. فاحنا طب انت سلمتنا اجنده عشان انت تملي شروطك، يعني طب احنا هنزعزع لك استقرار الحرم. انا شخصيا بوجه الاتهام للنظام القطري والنظام التركي في هذا الحادث اللي كان لو حدث لكان أليما على العالم الإسلامي كله. لا إن شاء الله بإذن الله. هو البيت له رب يحمي بإذن الله. خلينا نروح